السلام عليكم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. عايزه اكلمكم النهارده عن منتجين كده، يعني بساط كده، يعني عايزين ايه الفيديو ما ياخدش معانا كده 3 دقايق 4. عايزه اكلمكم عن ليف ان او بلسم، يعني بلسم كليوباترا والو ايفا. هنخش على الاول على كليوباترا ده. هو مكتوب عليه بلسم منعم للشعر بزبده الشيا الافريقيه. طبعا هو لا فيه زبده شيا ولا فيه زبده بلدي حتى. هو بصوا، هو كان برضو خد ضجة كده، البنات طلعوه في السما كده وقالوا ده واو ده جميل ومش بيرطب الكلام ده. هو يا جماعة ترطيبه لحظي فقط. يعني انت هتغسلي شعرك تحت الحنفية كده، تحت المية، هتحسي ان هو مرطب، وتحسي واو كده، تفتكري يعني ان هو يعني مرطب حلو والكلام ده. وهتخرجي بقى تتفاجئي بعد ما تلفي شعرك مثلا او تستشوريه او الكلام ده كله. هتلاقي شعرك بعد ما تخلصي بقى كده اي حاجه هتعمليها بتلاقيه هايش ومنفوش، ما فيهوش اللمعه او النضاره بتاعه الشعر دي. تحسيه بهتان، شعر بهتان جدا وتعبان. لو هو مقصف، التقصيف بتبان فيه اكتر. ده بالنسبه لي، يعني ده رايي فيه. يمكن يكون بيليه مع حد غيري، الله اعلم. كنت جايباه من 3 4 شهور ب 50 جنيه. هجيبه تاني ولا لا؟ لا طبعا، انا مخلصاه لحد الاخر خالص. خلصان. فاضل بس حبه صغيرين بالظبط قد كده. وبصوا يا جماعه المنتج اهو، عشان بس في حد قال لي قربي للكاميرا. خير انتوا عارفينه يعني. في حبه صغيرين فيه كده، هستعملهم في الشيفنج بجد، يعني مش بهزر. انا خلصت برضه عشان بدي الحاجه فرصه وبديله يعني ايه. الواحد برضه بيستحرم ان هو يجيب حاجه. دي حاجه بقى بتاعت ربنا، ان انت ما تجيبيش حاجه تفضلي تجيبي وترمي تجيبي وترمي. يعني على الاقل خالص حللي. حللي اللي هو ايه الفكره اللي انت خدتيها دي، وحللي تهورك ان انت رحت اشتريتي الحاجه من غير ما تفكري كتير، من غير ما تعملي سيرش كتير، في ان انت تدي الحاجه فرصه مره واثنين وثلاثه واربعه. انا شايفه كده. انما هتجربي من اول مره. قلت لكم لا، قلت لكم الشعر بالذات متغير جدا جدا. ممكن يتغير من يوم وليله حرفيا. الشعر والبشره انا بشوف كده. ف ممكن يليق معاكي في فتره وفتره لا. ممكن مثلا يمشي معاكي في الصيف ويمشي ما يمشيش في الشتاء، والعكس. تمام. بس انا بالنسبه لي كده، انا كده جبته في الصيف ولحقت في الشتاء كمان شويه. فلا، مش حلو معايا خالص. فمش هشتريه تاني بجد. كان ب 50 من كام شهر. دلوقتي مش عارفه بكام. ممكن يبقى في منطقتك او في بلدك اغلى او ارخص. اديله كام؟ اديله 3 من 10 كده، ابقى كرماه كمان. هنخش على منتج تاني اللي هو الو ايفا. اللي هو بالصبار وزيت الارجان المغربي. ده شكله. ده برضو كنت جايباه من حوالي شهر او شهر وحاجه ب 75 جنيه. رايي فيه، وبرضو يعني ملمسه كريمي كده. كريمي حلو، يعني انت تتغشي فيه كده اول ما تطلعيه كده، هتتغشي فيه. هتفتكر ان هو هيرطب. اولا ريحته ما عجبتنيش خالص. ريحته عارفين لبان السماره بتاع زمان ده؟ لبان سماره وفي اللمحه دي كده يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه، لما تعملي كده يا جماعه، ده الاختبار اللي قلت لكم عليه. لما تعملي كده وتوصلي لمسام ايدك بسرعه او جلد ايدك بسرعه، اعرفي ان المنتج ده مش مصروف عليه او مش محطوط فيه زيوت او مغذيات او الكلام ده. انت ما تغيبي شويه على ما توصلي لمسام ايدك، اعرفي انه فيه زيوت كتير عامله حاجز بينه وبين مسامات ايدك. ده الاختبار بتاعي. اختبار يعني بسيط جدا، بس هو بيمشي معايا. آم، بالنسبه لي اتفاجئت ان ترتيبه مش حلو خالص، يعني متوسط او اقل من المتوسط. ترتيبه اديله مثلا بالكتير قوي 5 أو 6 من 10. برطب وكل حاجة، وبعد ما بخلص بحس ان برضو تحت المية الشعر حلو وماسك نفسه وناعم. بعد الاختبار الأكبر يا جماعة، بعد ما شعرك بينشف هتشوفي شعرك بيعمل ايه. هو ده الاختبار بالنسبة لي لأي حاجة بصراحة. فلما شعري نشف لقيته برضو، يعني برضو هايش، مش نايم كده، مش ملموم. التقصيفة اللي فيه او اللي هو الحاجات اللي فيه اي ضفوف الشعر بتبان اكتر. آه، حسيت ان هو عايز مرطب تاني، يا اما سيرم يا اما كريم. حته كريم برضو صغيره، لان الكريم لو كترتيه بيلزق يعني. فخلي بالك من الحته دي. فانا بالنسبه لي، مع ان في بلسم بليزا ممكن استغنى عنه عن البلسم، عن قولي معايا، عن السيرم او عن كريم. بلسم بليزا ممتاز ممتاز، ممكن بيخليني استغنى عن دهان شعري بعد كده، اللي هي الخطوه الاخيره للشعر. لا، ده لازم تدهني شعرك، ده اول حاجه. تاني حاجه، ممكن تحتاجي ترطيب مضاعف، يعني تدهني شعرك مرتين. مره بعد ما بتغسلي شعرك، ومره بعد ما بينشف. فبالنسبه لي كان ب 75 جنيه. ياخد كام؟ 5 من 10. مش عايزه اديله 4 عشان محدش يزعل. مع ان انا كنت متوقعه انه يبقى جميل جدا، لان انا جربت الحمام الكريم بتاعهم، اللي هو اللاين، اللي هو شريط بينك اخضر وذهبي برضو نفس الحته دي. وفي كمان لون ايه تاني اخضر. كلهم حلوين جدا جدا، كلهم يعني ممتازين بصراحه.
وترتيبهم جميل، مع إني ممكن أحطهم 10 دقايق والّا حاجة في الحمام كده والّا حاجة وخلاص وبازهق وباخرج، فاتفاجئت إن ترتيبهم جميل جدًا، جدًا. جيت بقى أبُص عليه قُلت بقى يبقى واو بقى، لقيته لأ، لأ ما عجبنيش خالص، خالص. هاجرّبه تاني؟ لأ طبعًا مش هاجيبه تاني، لا هو ولا ده. خاصةً إن في حاجات تانية أنا مكتشفاها حلوة، يعني أفريكانا جميل، الhair mask بتاعهم، الhair mask بتاع بليزة أو البلسم أحلى من ده، فاجيب ده تاني ليه؟ مين تاني؟ آآ في حاجات تانية جربتها برضه، فبالنسبة لي عمري ما هاعيده، يعني عمري ما هاعيده خالص يعني. هل اللاين كله وحش؟ لأ طبعًا بالعكس. وبعدين شركة إيفا شركة مصرية، لمّا كنت باسافر السعودية كنت بالاقيها ليها احترامها في السعودية جدًا. كانت بتبقى محطوطة في أرفف كده بطريقة محترمة، بطريقة شيك. آمم أسعارها يا جماعة وده اللي كان بيعجبني، مع إن يعني كنت مقارنةً ب ب ب مثلًا بلوريال أو كده، كانت متهيأ لي دي أغلى، أو مثلًا في نفس الrange، مع إن لوريال واخدة صيت فظيع يعني. آمم وكنت بابقى مبسوطة، ليها وضعها، ماركة مصرية، محطوطة في أرفف بشكل لطيف. لكن هل كل اللاين حلو؟ لأ طبعًا. هل كده إحنا بنعيب في الماركة؟ لأ برضه طبعًا. يعني كل حاجة فيها الحلو والوحش، وممكن ده يليق يليق على بنات تانية كتير، بدليل إن هو واخد سُمعة جامدة، هو ما لقاش على شعري، ده ممكن يرجع لطبيعة شعري أنا مش للماركة نفسها. بدليل إن في حاجات كتيرة جدًا في إيفا عاجباني، يعني مثلًا حمام الكريم بتاعهم، إيه تاني، في سيرامات من عندهم حلوة، بودرة الأسنان بتاعتهم جميلة حبيتها برضه، كده يعني. فهل هاشتريهم تاني؟ لأ خالص، خالص يعني. بس، وانتظروني في review جديد، يا رب تكونوا طلعتوا بمعلومة حلوة. وجربوا يا جماعة وادوا المنتج فرصة زي ما باقول لكم كل مرة. عايزة منكم لايك، كومنت حلو. لو عندكم أي تعليق على الفيديو قولوه لي برضه، وإن شاء الله أشوفكم تاني قريب إن شاء الله في حاجة تانية.